مبدئيا كده انا اتأخرت عليكم وعارفة نفسي، عذرا للتأخير. عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشني كتير كتير يا احلى حبايب واحلى متابعين في الدنيا. النهاردة هنقضي يوم كده مع بعضينا حلو وممتع، وان شاء الله تستمتعوا بالفيديو بتاعي. في اكتر من حاجة هنعملها. وحشني كتير جدا جدا والله العظيم. الفيديو ده كان عندي يعني من فترة، وانا التليفون يعني كان بعافية شوية علشان كده اتأخرت عليكم. ان شاء الله ما اتأخرش عليكم تاني. هو انا صحيح يعني مش هنزل كل يوم فيديو، بس هحاول بقدر الامكان ان انا ما اتأخرش عليكم تاني، علشان انتوا بجد وحشتوني جدا حبايبي وعيلتي ومتابعيني. ايوه صحيح انا زعلانة منكم، مش بتسألوا عليا في كومنتاتكم اتأخرت ليه او ما اتأخرتيش. بس ما علينا. هسيبكم يمكن يجي يوم اوحشكم زي ما انتوا بتوحشوني. النهارده كده عندنا زي ما قلت لكم كان عندنا السوق. آه جبنا طماطم وجبنا فراولة. طبعا الفراولة دي كنا جايبينها للأكل وكده. فأنا يعني عملت حكاية كده على الولاد وقلت لهم ايه، ده بايظة ونحن هنعملها فراولة. طبعا كل اولادنا نحن عارفين انها بيموتوا بالفراولة. وبما ان يعني ما دامت في اطفال اكيد بتحب الفراولة في البيت. ويفضلوا ياكلوها اكتر ما يعني ياكلوها مربى. لو ياكلوها واحدة واحدة بيحبوها اكتر. انا بالنسبة لاولادي يعني هنا كنت ايه، غسلت الفراولة وقطعتها كده، وبعد كده جبت نص كيلو من السكر. برضو كنت غسلت الطماطم وقطعتها علشان خاطر هعمل برضو صلصة. يعني يعني في شوية تغييرات في الفيديو، بس يعني كلهم كده فيديو هتحسوه في بعضه. بس هي هيشجعكم انكم انتوا تسمعوا الفيديو. معتهتي في الكلام وكلامي خارج داخل، بس استحملوني. هنا عندنا 2 كيلو من الفراولة، حطيت لهم نص كيلو من السكر. السكر بتاعهم قليل؟ لا طبعا ما قليلش. عايزة اقولكم انهم كان سكرهم مظبوط جدا، وكانوا زي بتوع اللي هو الفراولة اللي هي معلبة اللي نحنا بنشتريها ده. هنيتي طبعا بعد ما غسلتهم ونضفتهم وحطيتهم على البوتاجاز. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. كنت لسه حتى باجي التسويجة ما خلصتهاش، علشان انا ابتديت بدول اللي هياخدوا وقت على النار. وبعد كده هغسل البطاطا معاكم اللي انتوا شفتوها في الارض ده. هنيتي 2 كيلو فراولة. عندنا برضو 2 كيلو او 3 كيلو من الطماطم. كان يعني جبنا كيسين، الكيس بسم الله ما شاء الله معباي، فقلت اعمل شوية صلصة. بدل ما يقعدوا الطماطم لو قعدت كتير في التلاجة ما تبوظ. فانا اخلي اللي هعوزه واللي مش هعوزه اعمله صلصة. طبعا كلنا ما شاء الله عارفين الصلصة وواضحة ما نعملوها ازاي. نغسلوها ونسيبوها مع نفسه، ما تحط لهاش مية. بعد ما تقطعيها تحط لهاش اساسا مية خالص. وبعد كده هتنزل ميتها مع نفسها. والفراولة زي كده بالظبط، هتحط نص كيلو السكر على 2 كيلو الفراولة، وهتسيبيهم نص ساعة. او لو ما عندكيش وقت هتشغل عليهم النار زي ما انا عملت بالظبط. هنيتي كانت ايه، كنا جايبين بطاطس تحت سلق، وبطاطس اللي هي اللي تحت الاكل ديت تحت الطبيخ يعني. فانا هغسل شوية بطاطس للسلق علشان خاطر ايه نحضروا الغدا برضو بتاعنا. لو وصلتوا لحد هنيتي ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس. وكمان تشجعوني. تشجيعكم لي حاجة كبيرة مش صغيرة. حبايبي وعيلتي واخواتي ومتابعيني بحبكم في الله جدا. طبعا معايا هنيتي اولادي كانوا بيساعدوني زي ما انتوا شايفين. كانوا عايزين يغسلوا بطاطس علشان شايفينها صغيرة. آه فرحانين بيه. عايزة اقولكم كانوا تقريبا عايزين يلعبوا بيهم والله. هنيتي حبايب قلبي البطاطس اللي فيها طينة ديت بتبقى روعة الروعة.
غير اللي هي فيها، يعني اللي هي مزروعة في الرملة مش بتبقى حلوة، بتبقى مسكرة كده وطعمها مش حلو. اللي هي في الطينة ديت ما يبقى طعمها عسل عسل. ايه نيتي زي ما انتوا شايفين طبعا. هننضفها زين جدا كمان جدا، علشان خاطر السلق دي اهم حاجة فيه الغسيل. ما ينفعش تحط البطاطس بطينها في المية وتقولي فيها قشرة وكده كده هقشرها، لا، لازم البطاطسية تتأكدي من نظافتها في المية وتشوفيها زي ما انتي بتبرق ماشي، او بتبرق زي ما انتوا شايفين يعني. طبعا انا حابة ايه اطلعكم من مود الاكل والشرب ده، علشان هو الاكل والشرب غلي والحالة مسخت يعني، فبتبرق ولا بتبرق حاجة واحدة يعني، او بتبرق. ماشي حبايب قلبي. هنيتي ايه زي ما انتوا شايفين، البطاطس دي مش هتاخد غلوتين ما شاء الله وتلقاها استوت كده وعاملة زي الزبدة. ما تجيبليش الكبيرة الكد الهيلة دي اللي تطلع البطاطساية فيها 2 كيلو حضرتك وتروحي تشتغلي تسلقي فيها تخلص الأنبوبة على البطاطسات بتوعي. هنيتي حبايب قلبي ايه زي ما انتوا شايفين يعني، هم ما ناوينش يخلصوا تقريبا. انا عندي حد ما يحب البطاطس المسلوقة اللي هو محمود طبعا. معسلق له انا، حتى لو مش عاملين في يومنا بطاطس لازم اسلق له واحدة واتنين، علشان خاطر البطاطس للاطفال حلوة جدا بالذات المسلوقة. نشكر الله ونصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طبعا ما ننسوش ذكر الله والصلاة على الرسول والاستغفار بيزيح كل كرب وكل هم. آه الأيام اللي نحن فيها دي لازم الاستغفار والصلاة على الرسول وعلشان ربنا يرحمنا و... وعايزة أقول لكم بعد الغلاء الفناء، يعني علامات الساعة نحن فيهم. ما دامت يا جماعة ما عايزاش بس أوهمكم، يلا كله على الله. وهناك يا حبايب قلبي ايه لازم نخلو كله على الله و... وأملنا في الله كبير كبير جدا إنها الحاجة ترجع يعني زي ما هي سخائها ورخائها وربنا يهدى علينا القلوب الرحيمة، علشان نحن تعبنا جدا جدا. الناس غلت كل حاجة بس ما فكرتش في الغلبان أبدا أبدا، ولو إنه الغلبان ضاع. هنيتي حبايب قلبي زي ما انتوا شفتوا الطماطم الأول كانت بتغلي والمية دي منزلها الطماطم نفسها، مش أنا حاطة من الحنفية. يعني انتي ما تحطيش مية من الحنفية للصلصة بتاعتك أبدا، علشان خاطر الصلصة بتاعتك تسبك وما تبقاش طعمها حادق. هنيتي أنا حطيت معلقتين، حطيت معلقة سكر ومعلقة ملح. وزي ما انتوا شايفين برضو البطاطس كانت مع السلق بعد ما اتغسلت و... وعندنا هنيت اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وعندنا المربى هنيتي زي ما انتوا شايفين كده. إيه خلاص يعني فارت معايا وعملت ريمة، ولازم الريمة ديت بتاعة الفراولة تشيليه. على فكرة أي هريمة في أي أكل لازم تشيليه علشان نبقوا واضحين، إذا كان مربى إذا كان أكل عادي كده يعني. إيه الريمة دي أنا استغليتها، عايزة أقولكم استغليتها فيها، استغليتها هقولكم. خدتها في طبق طبعا. مع تطلع فيها المية بتاعت الفراولة، فأني خدتها في طبق ورحت سايباها لحد ما بردت، وبعد كده غليتها على النار ومشيت الريمة منها ورحت حطها في كيس، علشان خاطر أنا لو عملت طرطاية بدل ما أسقيها مية بسكر اروح زجياها من المية بتاعت الفراولة دي. عايزة اقول لكم الطرطاية او الكيكاية اللي انت هتعمليها وتسقيها بالمية بتاعت الفراولة دي، عايزة اقول لك هتوديك في حتة تاني من الجمال والحلاوة، هتنبهري انبهار انبهار. ايوه
يعني هتنبهر بمعنى الكلمة جد والله العظيم. عايزة أقولكم أنا عملت الطريقة ده وقلت أجربها فنجحت مية مية، وكمان ادتني تست عالي للكيكة أو التورتة اللي انت بتعمليه. تحسي كده بطعم حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا. يعني الحاجة دي برضو ما نرميهاش ليه علشان فيها سكر وفيها آه، من الفراولة وما شاء الله. يعني كل حاجة دلوقتي غليت فلازم نحافظ على أقل حاجة علشان الظروف اللي نحن فيها دي ما محتاجاش ابدا البهدله ولا التهدير ولا البعزقي. هنيتي برضو خلصت الصلصة ورحت مسكت كده معايا كرنباية ما شاء الله كان لنا شهر ما جمعلهاش رز، وقعدت عندي في البيت لحد ما كرمها ربنا وجبنا لها الرز ده ب20 جنيه. عايزة اقول لكم يعني مفيش أكلة دلوقتي تجيبيها ما تكلفكش ال60 وال80 وال70 جنيه وتكون أكلة تافهة جدا جدا. ما نتكلموش طبعا في موضوع اللحمة أو الفراخ علشان احنا موضوع مفروغ عنه ده زي ما انتوا فاهمين. ها بس اسكتوا على كده. خلينا في الكرنباية اللي بالعذاب جمعنا لها الرز. آه، عندي هنيتي زيت طبعا. ايها تسبيكة كرنب بالزيت مش بالسمنة نحن عارفين. عندي شوية زيت فرمت 3 بصلات، حطيت شوية ملح وذكروا الله وصلوا على الرسول. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. حبايب قلبي طبعا التسبيكة بتاعت الكرنب ما تحمرش جو معاك البصلة علشان المسبكات في الكرنب مش حلوة. يعني ما تحمرش البصل علشان ما تبقاش ما تحسش اصلا بطعم الكرنب. يعني يا دوب البصلة معاكي تاخد لون وبعد كده تنزلي بالصلصة او بالطماطم بتاعتك المفرومة زي ما انتوا شايفين كده. ادتني اللون اللي بعد البصلة المصفر الفاتح. ايوه، هنا نزلت بكبشة من الصلصة الطازة اللي انتوا شايفينها ديت. يعني بعد ما شلت الصلصة حطيت الكرنب أسلقها وبعد كده فرمت البصلة فالصلصة لسه ما حتى ما بردتش أصلا. طبعا في التسبيكة بتاعتك بهاراتك اللي تحبيها وتحبيشاتك وحاجاتك الحلوة مع نفسك زي فلفل أسمر، زي لو بتحبوها سبايسي يعني حامية، أو نحنا مع نقوله حراقة. آه، قرنين كده فلفل حامين وتروحي ايه منزلاهم. لو عندك فلفل اخضر وتقطعيه في التسبيكه دي حاجه هتبقى عظمه عظمه. بس لو كانش عندك اطفال صغيره يعني انا ما اعمل الحاجه اللي انا وولادي ناكلوها مش اللي انا اكلها وولادي يتفرجوا علي. فاهمين؟ اكيد فاهمين. شايفين الصلصه ما شاء الله والتسبيكه بتاعت الكرنبة حاجه عسل والمربى حاجة روعة بسم الله ما شاء الله. عايزة أقول لكم والله العظيم المربى كانت أحلى من بتاعة السوبر ماركت. وعايزة أقول لكم في حد قال لي أنا عملت صلصة لا عملت المربى وخبت مني في التلاجة كانت ريحتها يعني مش حلوة. ما قعدتش معايا كمية 2 كيلو ديت ما قعدتش معايا وباظت ورميتها. عايزة اقولك لو انت هتعمل 2 كيلو زي علينا وعليك الخيار. حب مربى بالفراولة من اللي كان ب5 جنيه دلوقتي بجيب ب10 جنيه. تجيبي الحج اللي كان ب5 بجيب 10، تجيبيه على 2 كيلو الفراولة وتنزليه بعد ما يبقوا في القوام اللي انا اللي انت شايفاهم اللي انت شايفاه دلوقتي. ليه هتحطي البرطمان بتاع الصلصة دي؟ علشان فيه مادة حافظة ما تحفظ المربى ونحن ما عندناش المادة الحافظة دي. فبكده نحن هناخدوا المادة الحافظة بس بكمية أقلل. يعني فاهمين؟ أكيد فاهمين.
انا هنيتي برضو جبت البرطمان بتاع الصلصة، بس معرفش راحت فين دي. مصمم على الصلصة يعني. البرطمان بتاع المربى اللي هو كان ب5 دي، بجيب 10 جنيه وكمان حجمه صغير. نزلته فيهم وبعد كده بالهاند بلندر وروحوا ضرباهم. انا عايزه اقول لكم البرطمان الصغير ده خليته قطع، والبرطمان الكبير رحت ضرباه بالهاند بلندر جامد، خليته دايب زي ما نحنا ما نشتروه من السوبر ماركت. شايفين ديت قطع اللي انا ليه خليت البرطمان ده قطع؟ علشان لو عملت طرطة او عملت اي حاجه يعني، فهاخد القطع دي. لو عيالي هعمل لهم سندوتشات اكيد هحط من اللي, اللي انا فرماه جامد. يعني في الحالتين انا ما شاء الله يعني كسبان. عايزه اقول لكم 2 كيلو فراوله زي ما انتم شايفين عملوا برطمان كيلو، وطبعا تقريبا البرطمان الصغير ده ربع كيلو. يعني ما شاء الله حلوين جدا. وعايزه اقول لكم انهم ما قعدوش اصلا ما شاء الله، يعني من كتر الجمال والحلاوه ياخدوا العقل. شايفين التكة بتاعت البرطمان اللي هو معلب من السوبر ماركت تجيبيها علشان خاطر ايه؟ لو قعد معاكي سنة مادام حطيت اللي فيه المادة الحافظة دي هيقعد زي ما هو بالظبط، يعني مفيش حاجة فيها تتغير. وشايفين شايفين كانت حاجة عسل. هنا التسبيكة بتاعت الكروم دي انا كنت جهزتي، وحبيت ان انا اوريكم الفراولة بعد ما جهزت القطع، واللي هي مخليها ناعمة علشان خاطر السندوتشات. وزي ما تحبي اعملي، لو انت حابة الكمية بتاعتك كلها فيها قطع فراولة ما تضربوهاش بالهاند بلندر، هتستوي معاكي وتسيبيه. طبعا هتعرف الفراولة استوت متى بعد ما الريمة بتاعتها تتشال تماما وتشوفيها في الوضع اللي انت شفتيه دلوقتي. هنا كان بسم الله ما شاء الله الكرنب استوى. وعايزة اقول لكم اليوم ده كان إيه صلصة ومربى وكرنب، وكان على جميع الألوان، يا بطاطستا زي ما بيقولوا، أو يا بطاطس يا هو يا بطاطستا. أيوة. هنيتي كان الكرنب طاب واستوى، وخدوا لكم صباعين على الهوا. كان ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. عايزة أقولكم كانت أصلا الكرنبة هي مش اللي هي كانت متبهدلة من كتر ما هي اتركنت عندي. هنا زي ما انتوا شايفين جلبتها كده في الصينية، بسم الله ما شاء الله نزلت كلها ما فيهاش اي حاجة. وريتكم الحلة ما فيهاش غير كام صبع من تحت، علشان انا ما كنتش حاطة الورقة الخضراء بعد ما يعني قبل ما الف. هنا شايفين بسم الله ما شاء الله كان طعمها روعة الروعة. وهنا كانت الصلصة جهزت ما شاء الله، والمربى والكرنب. وكان اليوم بتاعنا يعني خلاص خلص. اليوم خلص. اليوم خلص يا عم حزنبول. شايفين ما شاء الله حاجة عسل عسل. بس ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زرار الجرس علشان تشوفوا مني كل جديد. يا أحلى حبايب وأحلى متابعين في الدنيا، بحبكم في الله حبايبي وأخواتي وعيلتي ومتابعيني الكرام. مبسوطة إن أنا معاكم وإن شاء الله يكون الفيديو بتاعي عجبكم. بس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زرار الجرس. وبهنا يكون الفيديو بتاعنا انتهى. أترككم في رعاية الله وحفظه. انتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.